من حوالي شهر كده كان عندنا سفرية لغاية هنا. كنا مسافرين وجينا بعد أسيوط كده، وقفنا في الطريق، نزلنا في كافيتيريا. فاللي كان واقف على نصبة الشاي بقول له أنا عايز فنجان قهوة. قال لي، قام مشاور على واحد كده اللي هو بياخد الطلبات، وقال لي إيه، قول لي المسيحي الكافر اللي هناك ده. أنا سمعت الكلمة بصراحة أنا اتخضيت. قلت له أنت بتقول إيه؟ قال لي بقول لك قول المسيحي الكافر هناك. قلت له لا، عندك كافر إيه يا عم أنت؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ قال لي هم مش ربنا اللي بيقول ان هم كفرة؟ ايه اللي كافر بالاسلام يبقى كافر. قلت له لا، عندك ثانية واحدة بس كده، علشان ايه؟ إيه انت بتتكلم في حتة مش بس غلط، خطر. اللي يتكلم في حتة زي دي لازم يكون بيتكلم فيها عن فهم، ولو مش فاهم ابحث وافهم، دور وشوف. إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في القرآن الكريم، دي حاجة تخص ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اللي هيحاسب كل إنسان بعد ما يتوفاه الله ويروح له هناك خلاص. سواء مسلم، سواء مسيحي، سواء يهودي، أو أي ديانة تانية، دي بتاعته هو بقى. هناك ربنا هو سبحانه وتعالى هو اللي يحدد إذا كان مسلم أو كافر، لأن الديانات كلها بالنسبة لنا احنا هي الإسلام. يعني سواء المسيحية دي بالنسبة لنا احنا إسلام، اليهودية إسلام، كل الديانات اللي نسمع عند ربنا سبحانه وتعالى دي إسلام. فربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحدد إذا كان الشخص ده مسلم بربنا ولا لأ، إذا كان الشخص ده كافر ولا لأ. قال لي ازاي يا عم؟ ما الدين بتاعك بيأمرك. قلت له عندك بقى، أنا أقول لك الدين بتاعي بيأمرني بيقول لي إيه. الدين بتاعي سبحانه وتعالى بيقول لي، الدين بتاعي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي لكم دينكم ولي دين. يعني انا هتعامل مع المسيحي ده ان انت ليك دين وانا ليا دين، تمام. ربنا سبحانه وتعالى امرني ان انا اعتبر ده ذمي، اهل ذمة، فبالتالي هو بالنسبة لنا مش كافر، هو ذمي اهل ذمة، تمام. فهتعامل معاه، انا بالنسبة لنا هتعامل معاه كشخص، ماليش دعوة بكفر او ايمان، ما يخصنيش. الكفر والايمان ده بتاع ربنا، مش بتاعي انا، مش بتاعي انا خالص. ومش انا المنوط بيه على فكرة، مش انا كشخص ان انا المنوط بان انا يعني ايه احاسب الناس او اصنف الناس ان ده مسلم، ده مؤمن، ده كافر. ده مش بتاعتي خالص، مش بتاعتي نهائيا، لا بتاعتي ولا بتاعت غيري، تمام. المفاجأة بقى في الاخر ان طلع ان